مساء النور خواتاتي المغربيات وخوتي المغاربه فين ما كنتو في هذا النهار هذا، نتمنى تكونوا على خير وبخير. الصراحه نايضه في العالم دابا خصوصا في الشرق الاوسط، وهذا الضرب هذا ديال اللي واقع ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين في غزه. والعالم كيتفرج، للاسف العالم كيتفرج، والعالم كيتفرج بواحد الطريقه يعني مقيته جدا، لان فاش كتشوف ان ابرياء سنوات طويله هما كيموتوا في فلسطين، ولكن ما كاينش اللي كيتحرك. وفاش ناط فلسطين كتدافع على راسها، ولو ان هذا الشيء هذا فيه بزاف ما يتقال، فالعالم كذلك يكيل بمكيالين، وكتشوف نفاق كبير، وكتسمى كيتسمى هذا النضال هذا كيتسمى بالارهاب، وكاع التسميات الخايبه كتلصق به. ولكن اللي كيهمنا حنا كمغاربه في هذا الشيء كله، هو جميل هذا التعاطف ديالنا، وحنا ما نقدروش نديروا شي حاجه غير اننا نتعاطفوا مع خواتاتنا وخوتنا في فلسطين. كاين اللي كيقول لك لا ما خصكش تقولوا غزه تزق بالغزه ولا خصنا نناضلوا ونكافحوا من اجل خوتنا الفلسطينيين. وكاين اللي كيقول لا الصحراء المغربيه هي الاولى، ولان الفلسطينيين ما عمرنا سمعناهم كيقولوا ان الصحراء مغربيه، ولا شي عربي انا كيقول ان الصحراء مغربيه. فالمغرب كان دائما كيناضل في هذا الاتجاه هذا بوحده ولوحده وليومنا هذا، والحمد لله جايب حقه بوحده ما محتاج لحد. ودونك كاين بزاف ديال لي فيرسيون وبزاف ديال الاراء اللي خالقه مشكل. انا اللي نبغي نوصي المغاربه، خصوصا خواتاتي وخوتي المغاربه، انهم يديروا اتونسيون من الذباب الالكتروني الجزائري اللي دخلوا بقوه باش يشوه دائما وابدا صوره المغرب، ولان المغرب بلد حقا ما حقا. النظام ديالو طبع مع الاسرائيليين، راه الا النظام ديالنا طبع مع الاسرائيليين راه عارف علاش طبع معاهم. حنا عارفين بان الدوله ديالنا عارفه اش كدير. دونك ما غاديش تزايدوا علينا بهذه المساله هذه ديال النضال الفلسطيني، لانكم نتوما اول واحد بعدا خصو يسكت، لانكم ما عمركم درتوا شي حاجه للفلسطينيين من غير بلا بلا، وتجيبوهم ترشيوهم باش ما يقولوش الصحراء مغربيه. اما زعما حبا يعني في الاعين ديال الفلسطينيين، فالناس عارفينكم وعارفينكم باش كتسووا الفلسطينيين، هما براسهم كيخرجوا كيقولوا بزاف ديال التعليقات في هذا الاتجاه هذا. وبالتالي خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات حداو راسكم، الذباب الالكتروني دخل بقوه وكيبغي يشوه الصوره ديال المغرب والسمعه ديال المغرب. حنا مطبعين ونفتخر اننا مطبعين، لان الدوله ديالنا عارفه علاش طبعت مع اسرائيل. والسلام عليكم.